فترة مش من فترة يعني من يوم أو يومين كده طالع هاجم مجلس إدارة الزمالك يا جماعة، وده في الفترة اللي هي كان بعد ماتش باتشوكا على طول. وطلع كابتن شوبير واتصور مع أحسن لاعب واللي هو حارس مرمى جنوب أفريقيا، طلع اتصور معاه برضه نفس الحكاية. فمهيب ماشي على نفس خطى شوبير، وبدأ إن هو يطلع كده ويعمل لقطة زي ما بيقولوا كده، يبص العصفورة علشان يحاول إن هو يبعد الأعين عن النادي الأهلي، يعني إن هو يعني إيه مصدات، يعني إن هو بيتلقى الطلقات وبيتلقى غضب الجماهير على صدره، يعني بيعمل إيه اللقطة بس بشكل غير مباشر يعني. بيعملها واجب كده. فطلع قام جاي مهاجم مجلس إدارة نادي الزمالك بعد رحيل جوميز، يعني زي إدارة الزمالك، وطالما انتوا مش قد مدرب أجنبي ما تجيبوهوش، وطالما انتوا مش قد إن انتوا تدفعوا الفلوس انتوا موجودين في أماكنكم ليه. وطلع يعني قال كلام غريب الصراحة. وكالعادة طبعا مجلس إدارة نادي الزمالك قاعد ما بيتكلمش طبعا، فطول ما هما ما بيتكلموش وما بيعلقوش هتلاقي حاجات ياما هتحصل، وهتلاقي